السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلب عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا احب بس كده اقول دعاء كده معاكم. اللهم ارزقنا واسع من فضلك وبارك لنا في صحتنا واولادنا وارزقنا وافتح لنا ابواب الخير من حيث لا نحتسب. اللهم اجعل في يومنا هذا بركة وفي أعمالنا توفيق وفي قلوبنا سكينة وراحة يا رب العالمين. عاملين ايه يا حبيب قلبي؟ انا زي ما اتعودنا ان احنا ان شاء الله باذن الله نبدا اي حاجه بالدعاء او نبدا اي حاجه بالصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا الا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني لما ان شاء الله باذن الله كده نتني ذكر في لساننا، ربنا ان شاء الله يوفقنا في حياتنا باذن الله. النهارده بقى ان شاء الله باذن الله هنعمل احلى اكله، يعني كلنا طبعا بنحبها، اللي هي مكرونه بشاميل باللحمه. تمام، مع فراخ بقى وشويه رز كده. بص، هيخلوا البيت كله واقف مستني ان انت تحط لهم ياكلوا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنا بقى انا كنت حطيت الميه عشان اسلق الفراخ اللي انا كنت جايباها، وبحط طبعا مكعبين والبصلايه والملح، مش بحط اكتر من كده. الورق اللورا والحاجات دي انا عيالي هنا مش بيحبوها يعني، فاللي بيحبها عادي يحطها مفيش مشكله. هنا بقى البصلايه بقى بقطعها زي ما انتم شايفين. صلوا على النبي كده يا حبايب قلبي. واللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. صل على محمد. لو وصلتوا لغايه هنا يا حبايب قلبي، ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان ان شاء الله باذن الله يوصل لكم مني باذن الله كل جديد. ويا ريت تقولي لي لو بتتابعيني، تقولي لي بتتابعيني من اني بلد، وكلكم على راسي من فوق. بس فضلا وليس امرا، بس معلش يعني اللي انا بيجيلي مشاهدات الحمد لله الحمد لله كتير، بس المشكله ان مفيش يعني مش يعني اللي بيخش يعملي مشاهده مش بيعمل لايك. ففضلا وليس امرا معلش، اللايك انتوا عارفين بردك ان هو بردك من شروط اليوتيوب، وان هو بيرفع بردك في القناه وكده. فربنا يرزقكم يا رب من واسع يا رب كده ان شاء الله باذن الله تعملوا لي اللايك مع المشاهده. ما تنسوش يا حبايب قلبي. هنا بقى انا هعمل بقى صينيه المكرونه البشاميل. هنا انا حاطه الزيت، شويه زيت، وحطيت اللحمه، وطبعا لازم تكوني معليه النار عشان ايه اللحمه ما تنزلش الميه اللي فيها وتبقى ناشفه معاكي كده وحلو. تمام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انا بعصج اللحمه الاول، يعني انا بعصج اللحمه وبعد كده ايه بخرط البصل واحط البصل عليها. هنا بقى انا كنت نقلت اللحمه اليمه التانية لان الانبوبه كانت بتشطب بقى وعملت معايا فصل ايه ربنا اللي يعلم بيه. وانا كنت في فيديو سابق قبل كده قلت لكم ان انا البطاقه بتاعتي كانت ضايعه وكنت بعمل اجراءات والكلام ده كله. الحمد لله امبارح رحت انا وبنتي بردك، كنا عاملين طبعا محاضر زي ما كنت قايله لكم امبارح. بقى خدت المحاضر ورحت بقى جبت الاستمارات ومليتها وايه، والحمد لله عدت على خير وعملنا البطايق وتصورنا يعني، بس لسه ان شاء الله هتطلع كمان 15 يوم. تمام. هنا بقى انا حطيت البصل اهوت، انا بعصج اللحمه زي ما قلت لكم الاول، بقى كده بقوم حاطه البصل عليها كده. بصراحه ما بتتعبيش منها، وبصراحه ما بتعملش حرقان ولا اي حاجه لما بحط البصل ني كده. شفتوا انتوا الاكل اللي هو بيبقى ني في ني كده؟ هو نفس النظام. تمام. هنا بقى اللي عايز يحط مثلا طماطم عليها، عايز يحط فلفل الوان، عادي اللي انت عايزه تحطيه حطيه عليها عادي. بس انا بكتفي بس بالايه بقرنين شطه حراقين وخلاص. تعرفين ان احنا ايه هنا مدمنين شطه بقى حراقه. هي بس هتاخد كده مع نفسها كده شويه، البصل بس يطرى بس شويه من البخار بتاع اللحمه، واحط عليهم بقى قرنين الشطه. هنا بقى التوابل طبعا ايه، بهارات وفلفل وفلفل اسمر وكمون، شويه كمون صغيرين، والملح بتاعك. هي كده يا دوبك مبتاخدش 10 دقايق بعد ما بتحط البصل. وهشيلها بقى اللحمه وايه، وهحط بقى عشان اسلق المكرونه. جربي والله عظيم الطريقه دي، والله بصي مش هتندمي والله. وانا كمان مش بحط معاها على وش البشاميل، ما بحطش بيض ولا اي حاجه خالص.
انا ما بحطش الا البشاميل بس، لان انت كده كده فيها بروتين لحمه وفيها لبن تمام، فمش لازم يعني البيض ده. ولو انت بتحب البيض عادي. هنا بقى الميه غليت ايه بتاع المكرونه. هحط بقى المكرونه اهو. طبعا انا بحط كيسين. طبعا الاكياس مش بتبقى الكيلو كيلو، يعني بتبقى اقل شويه من الكيلو، بس هي بتبقى كده يعني المكونات دي كلها بتبقى مظبوطه على الصينيه يعني، ولا بتبقى تخينه او ولا رفيعه او ولا رقيقه، او بتبقى حلوه. هنا بقى المكرونه برضك هسيبها ايه نص سوا، يعني مش هسويها قوي، لان برضك هتكمل سوا في قلب الفرن. هنا بقى انا كنت بعمل شويه لوبيا، لان انا عندي بنتي مش بتحب المكرونه، وجوزي برضك ملوش فيها قوي، فايه قلت اعمل لهم هما شويه كده. كده انا عندي شوربه اهوت وجايبه فرخه، اعمل شويه رز ابيض كده مع شويه اللوبيا. هنا عيالي مدمنين اللوبيا، بيحبوا اللوبيا. بص، كل يوم لو قلت لهم اعمل لكم ايه يقولوا لك اعملي لوبيا. صلوا على النبي كده يا حبيب قلبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. تمام. هنا بقى المكرونه يعني خلاص، انا هي 10 دقايق بالظبط. بقى كده بتدفع عليها بقى وتصفيها، ولا تحطي عليها ميه ساقعه ولا تحطي عليها زيت، زي ما هي كده في قلب المصفى. لان طبعا النشا بتاع المكرونه هي بتبقى اللي بتمسك المكرونه مع البشاميل. هي نص سلقه بس. هي بص هي كده حلوه قوي. تصفيها بقى. وطبعا كمان عبال ما تعملي البشاميل بتاعك هتكون برضك ايه يعني اتظبطت كده. وحتى لو انت عامله البشاميل قبل السليق، صلي على محمد عليه الصلاه والسلام، السوا بتاعها كده جميل. ولا تحطي ميه ولا تحطي زيت، هي بس المكرونه تصفيها وخلاص. والله العظيم الطريقه دي هتاكلي احلى مكرونه. بصي، جربيها بس كده ومش هتندمي. ولو جربتيها اكتبيلي في التعليق، اكتبيلي في التعليق ايه رايك في الطريقه بتاعتي. هنا بقى معلقتين سمنه مع معلقتين زيت، برضك ما تكتريش برضك في الزيت والسمنه، و8 معالق بشاميل. لو انت عايزه البشاميل بقى كتير بتزودي كمان معلقه سمنه وكمان معلقه زيت، وبتزودي برضك شويه دقيق. بس اهم حاجه القوام بتاع البشاميل اللي هي مع السمنه بالدقيق. بصي شفتي يعني طريه، مش اللي هي ماسكه في بعضها قوي. ده كده هيطلع معاكي بقى البشاميل نفسه هيطلع معاكي ايه، جميل كده وخفيف مش تقيل قوي. هنا بقى الانبوبه كانت جابت بجد اخرها. هنا بقى انا كنت ايه بجيب اللبن بقى، يعني انا كنت مطلعه اللبن من الفريزر وكان فك شويه. هنا ده كيلو الا ربع لبن. شفتوا اللبن عامل ازاي في الحله؟ لبن جميل. كيلو الا ربع لبن مع كيلو، يبقى مع برضك كيلو الا ربع ايه شوربه. انا بحب احط الشوربه مع لبن، يعني بتدي طعم حلو. الشوربه ايه، طبعا الشوربه سخنه ايه، وهيفك على طول دلوقتي اللبن، مش هياخد حاجه يعني. بس شوفوا برضك في الاخر برضك القوام بتاع اللبن عامل ازاي، وقوام البشاميل يعني بصي ولا تقيل اوي ولا خفيف اوي. هنا انا بحب ايه يعني احط شويه ميه كده في الكيس وايه وانزل اللبن اللي في الكيس. لو جربتوها يا حبايب قلبي اكتبولي في التعليق وما تنسوش كده تصلوا على النبي في التعليق، وتتمنوا لي الخير كده ان ربنا يوفقني ويرزقني برزق عيالي ان شاء الله باذن الله. والدنيا صعبه يا ولاد والله العظيم، واللي يقدر على حاجه يعملها، يعني مش شرط الحمل كله يبقى على الاب، لا يعني اللي في ايده حاجه يعملها. يعني لازم نساعد بعض ولازم نشيل بعض، لان الحياه بقت صعبه فعلا والله. هنا بقى انا حطيت شويه فلفل اسمر صغيرين، شويه توابل صغيرين، شويه دقه. طبعا ما تكتريش التوابل ولا الفلفل عشان ما تغمقش البشاميل او عشان يبقى ابيض كده وحلو. بصي يا كده خلاص خلاص هو كده القوام بتاعها ايه جميل. طبعا في اخر الفيديو بقى انا كنت طبعا ملخومه في الانبوبه، قلت الحبيبه ايه يا حبيبه صوري بقى ايه اللقطه اللي هي الاخيره بعد ما طلعنا الصينيه ورصينا الاكل على الرخامه. صوري. مسكت التليفون قلبت الكاميرا. فانا بصراحه ما رضيتش اصور
الحتة اللي قلبت فيها الكاميرا ديت، فصورت ايه لقطة بس كده، انا كنت مصورها يعني ايه لقطة ومع الرخامة كده. هنا بقى طبعا حطيت بشاميل في تحت خالص في قعر الصينية، وهعملها كده اهو بقى، هظبطها كده وافردها في قلب الصينية. والمكرونة طبعا بتاخدي شوية كبشة ولا كبشة ونص على المكرونة قبل ما تحطي في الصينية عشان تفككها من بعضها، وشوية بقى لحمة كده صغيرين مع المكرونة اللي هتتبقى اللي هتحطها على الوش، شوية لحمة كده وقلبها في قلب بعضها عشان تبقى كلها لحمة كده وجميل. هو ده نص كيلو لحمة على الكيلو المكرونة ده. وطبعا القوام بتاع المكرونة ولا تخينة قوي ولا رقيقة قوي، حلوة مظبوطة. جربي بس المقادير بتاعتي دي ومش هتندمي والله. هنا بقى حبيبة بقى هي اللي كملت اهي بقى، انا كنت ملخومة بقى، كان عمها عمال يعمل لي في الانبوبة، ربنا يبارك له يا رب ويخلي له عياله. هي بقى اللي كملت وسابت لها شويه مكرونه باللحمه بقى كده ايه في قلب المصفى دي عشان تاكلهم في الاخر. لو وصلتوا لغايه هنا يا حبايب قلبي ما تنسوش في دعوه حلوه من قلبكم، وصلوا على النبي في التعليقات وتقولوا له ايه رايكم في الطريقه بتاعتي، والله جربوها مش هتندموا والله العظيم، جربوها مش هتندموا. واهم حاجه يا حبايب قلبي ما تنسونيش بالله عليكم في اللايك، بالله عليكم. هنا بقى خلاص انا يعني انا اللقطه اللي انا قلتلكوا عليها دي بتاع التصوير دي حبيبه كانت قلبت الكاميرا، فمرضتش بصراحه اصورها انزلها يعني، فايه صورت لقطه كده في يعني بالصوره صلي على محمد عليه الصلاه والسلام. ماشي يا حبايب قلبي، وكده يكون الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.